مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المساء. النهارده هنعمل بورما. بورما. زي ما انتوا كده شايفين الدنيا محتاسة، لسه ما وضبتش الخضار بس قلت اكسب وقت و... واحط اللحمة على النار واسيبها كده مع نفسها تستوي، وبعد كده اجي اوضب الخضار لاني متأخرة. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما فيش لايكات بتوصل يا جماعة، ومفيش كمان كومنتات بتجيني. انا زعلان خالص. يلا بينا على البوتاجاز وهشوف ايه اللي هيحصل بقى في اللحمة الجميلة دي دلوقتي. اهو يا جماعة انا حطيت الحلة على النار. هحط بقى معلقة سمنة كبيرة كده. بصوا البورمة دي تحب الخضار، اي خضار تحبيه او ولادك يحبوه حطيه، ما تلتزميش بنوع خضار معين. عندك خضار في التلاجة قاعد طلعيه حطيه. انا كده حطيت معلقة سمنة، هحط عليها بصل كتير شوية يعني، والكمية دي بتبقى ايه على حسب الرغبة يعني. اللي البصل بيتعبه ما يكترش. هشوح فيه شوية. اهو يا حبايبي البصلة اخدت لون بسيط خالص خالص يعني، يا دوبك تصفير كده، مش كله كمان يعني، مش كلها اصفرت يعني، يا دوبك حاجات بسيطة خالص كده عشان ما تبقاش تقيلة يعني. هنزل عليها معلقة صغيرة كده فلفل اسمر، وهنزل عليها كمان بعصير الطماطم. انا كنت هحط فص توم مع البصل بس هعمل بيه حاجة في الخضار، وبعد كده هرجعه كله التوم فيه توم يعني، وهرجع التوم والخضار كله على البورمه دي. اهو كده اهوت انا هسيبها كده تتسبك شويه وارجع لكم نشوف نحط عليها ايه. اهو يا حبايبي الطماطم بدات تتسبك اهو. هرجع احط بقى تاني معلقه كده صغيره سكر، ومعلقه صغيره من 7 بهارات، ونص معلقه صغيره قرفه. وهقلب كده. وهرجع بقى اجيب اللحمه، هنزل اللحمه كده واحده واحده، تاخد وتدي في الصلصه دي. لو اللحمه براحتك، اللحمه لو عايزه تخليها كبيره شويه خليها، لو عايزه تقطعيها صغير قطعيها عادي يعني، بس الصغيره مش هتاخد وقت زي الكبيره. اسقط كل اللحمه بقى كده. يا سلام لو في حتتين، دي من الدوش، دي مش ليا، دي الدهنه بتاعت الدوش. زي ما قلت لكم يا جماعه، انا لسه عند رايي برضه ان اللحمه ما بتتغسلش. اللحمه ما بتتغسلش. غسيل اللحمه بيطلع الميكروبات اللي فيه، بيخليها تربي قصدي بكتيريا وبتنزلي العصاره بتاعتها يعني. غسيل اللحمه مش مفيد. لو انت عاوزه تغسليها وشايفه ان انت جايباها من مكان مش يعني من مصدر مش موثوق فيه، ممكن تديها غلوه واحده على النار وتقلبي الميه وترجعي بقى تتعاملي معاها كانها نيه من تاني. اهو حط اللحمه وهحرك فيها كده، اقلب فيها واسيبها تاخد وتدي، وارجع هزودها ميه سخنه يعني، مش هزودها بقى ميه ساقعه. زي ما قلنا ان اللحمه بتتزود ميه سخنه ما دام هي سخنت على النار، هزودها شويه ميه سخنين عشان تستوي شويه، لان انا حطاها كبيره وهتاخد سوا. حاطه حته لحمه كبيره يعني، مش كبيره في السن لا.
بصوا يا جماعه، زي ما قلت لكم الخضار اللي تحبوه. ديت حبه باميه انا كنت مفرزناهم وحطاهم عندي في الفريزر. انا مش بشيل من الحاجه كتير، انا بشيل من الحاجه يعني طبخه او طبختين لو اتوحشناها، مش وهي مش في الموسم بتاعها. لكن طول ما هو فيه خضار، يعني الصيف له خضاره بنحبه والشتاء له خضاره بنحبه. ايه لازمته ناكل كله متلج ومتفرزن عندنا؟ البطاطس بقى يعني الخضار اللي تحبيه. انا حاطه بسله وجزر وفاصوليا وكوسه وفلفل الوان، وحاطه بطاطس، وحاطه حبه الباميه دول. البطاطسيه يا جماعه اللي تلاقوها خضره زي كده بلاش منها. وفي كمان بطاطس بتبقى خضره عن كده كمان، بلاش منها. البطاطس ديت الخضار دوت بيبقى ماده سامه، صدقوني. بلاش تستعملوها. انا ساعات بشوف بياعين حاطين بطاطس خضرة خالص، وفي ناس بتنقي منها. بستغرب يعني ازاي الناس دي بتاكل البطاطس الخضرة دي. وبقول لهم البطاطس دي يا جماعة مش حلوة، ما تنفعش للاكل. البطاطس البيضة بس هي اللي تنفع للاكل. اي نوع بطاطس بقى، البطاطس احنا عارفين فيها كذا نوع. بلاش اللي بيبقى فيها خضار. انا هوضب دلوقتي الخضار ده كله عشان ارجع احطه على اللحمه. انا زودت اللحمه ميه سخنه، وحطيت لها ورقه لورا وحبهان وغطيتها وسبتها تستوي عشان ما اطولش عليكم. وهوضب الخضار ده وارجع لكم. حبايبي اهو اللحمه طابت تقريبا 80% او 85%. انا يعني اللحمه استوت. انا مش عاوزه الخضار يتهرى. لو عندك عيال صغيره وعايزه الخضار مهري شويه، يعني حطيه بدري شويه، واللحمه كده 70% ولا حاجه. اهو كده الخضار، بصوا شكله والله يفتح النفس وهو ناي كده. بصوا قبل ما انزل الخضار صحيح انا قلت لكم هنزل كده بفص ثوم اهو. فص ثوم كبير اهو، يعني دول يطلعوا لهم راس ثوم يعني، مش فصين ثلاثه. الحاجات دي يا جماعه الثوم والبصل احنا كلنا عارفين ان هو مضاد حيوي، ونحطهم في الاكل قد ما نقدر. وبالذات يعني لو الحمد لله وربنا يشفي الجميع للي ما بيتعبش منهم، يعني حطوا منهم حلوين. مضاد حيوي طبيعي. هما برضو ما اخدوش لون، فانا هنزل بالخضار اهو. انزل بيهم بقى على مره على مرتين. هشوح فيهم مع التوم. هو التوم مش هياخد لون، انا مش عايزه التوم ياخد لون، بس انا عايزاهم كلهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده. وادي الباميه اللي انا قلت عليها. لازم نعلم ولادنا اكل الخضار كتير ونوريهم وناكل قدامهم عشان هم ياكلوا زينا، بالذات لو هم صغيرين شويه يعني. عشان لما بيبقوا كبار لما يلاقونا احنا مش بناكلوا الخضار هما كمان مش بياكلوه. هشوح بقى فيهم انا كده. فاضل البطاطس عشان ابقى شوحت كل الخضار مع بعضه اهو. هشوح فيهم انا بقى، وبعد كده اهو نيجي نحطهم على اللحمه اهو. يا حبايبي انا شوحت في الخضار كده. هديله كمان رشه فلفل اسمر اهو. هو كده خضار سوتيه، بس كنا هنقلل له الزبده او السمنه اللي احنا حطيناها شويه. بالمناسبه علشان شهر رمضان تاني كل سنه وانتم طيبين كلكم، ينفع اشيل الخضار ده كده في التلاجة بنفس الطريقه دي. هو اتشوح خلاص واخد صدمه على النار. اطلعه بقى اعمله مع فراخ، اعمله مع لحمه، اقدمه سوتيه زي ما انا عاوزه. زي ما هو كده هعبيه في اكياس على قد الوجبه اللي انا عاوزاها، وهشيله في الفريزر. بعد كده يطلع على طول احطه بقى مع لحمه انا عاوزه احطه مع فراخ ان شاء الله، حتى مع اوراق، مع اجنحه، مع اي حاجه. ينفع يتحط كده بنفس الطريقه. هو كده اتشوح كله واخد اللون الاخضر اهو، كله لونه جميل اهو. ويتشال في الفريزر، مش هيسود ولا يحصل له اي حاجه، زي ما هو كده. دلوقتي بقى انا هعري الحله كده، وهبتدي انزل بالخضار ده كله في الحله. اجيب الحله هنا كده
انزل بالخضار كله كده بالراحه عشان ما يطرطش. وطي ايدك كده وانت بتحطي عشان ما يطرطش كله اهو كده. ممكن برضو يتشال في نفس المرحله دي لرمضان يا جماعه، ده من ضمن تجهيزات رمضان. اللي تحب تشيل كده اهو باللحمه بتاعته اهو كده، يتشال في اكياس على قد الوجبه بتاعتك بمرتين 3 بقى، يعني كنت تطلعي كيسه كل اسبوع اهو، يتشال كده باللحمه بتاعته اهو. اللحمه اهي كده يتشال كله في بعضه. ممكن تقطعي اللحمه زي ما قلت لك حتت صغيره، تعبيه وتشيليه في اكياس زي ما تستخدميه في رمضان. لو انت بتشتغلي او انت معاكي اولاد صغيرين او خايفه الوقت تتزنقي فيه كده، مع شويه رز يتعمل ويبقى اكله جميله مع السلطه بقى والحاجات دي. يعني حاجه جاهزه، خدنا نص الوقت اهو. انا دلوقتي هديهم غلوه واعبيهم في الطواجن واجهزهم عشان ادخلهم الفرن. حبايبي اهو الطواجن طلعت من الفرن، اللحمه خدت طعم التحميصه او التحميره ديت، مش قادره اقول لكم الريحه شكلها ايه. انا قدمته مع رز رز مفلفل اهو. انا عملته كذا مره على القناه فما رضيتش اطول عليكم واعمله معاكم. ممكن تتقدم مع عيش. حبايبي العرايس الجداد، الاكل اللي هو فيه صلصه، يعني الطبيخ الاحمر عامه حلو وهو عادم، يعني ملحه مش كتير. الرز حلو قوي وهو حياؤه مظبوط. في حاجات تتاكل كده وفي حاجات ينفع نقلل فيها الملح، فالحاجات اللي نقلل فيها الملح نقلل فيها الملح. يا رب تجربوه ويعجبكم. كانت معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. عايزة اوريكم بس اهو كده، واللحمة دي اللية ديت اللحمة اهي، طلعها اهي دايبة دوب اهي. بألف صحة وعافية للي هياكل واللي هيجرب. ويا رب يكتر عندكم الخير ويملى بيوتكم خير وبركة. كانت معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد مننا. وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.